فيلسوف الملحون سيدي قدور العلامي. إدراج فن الملحون في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لليونسكو فرصة لتسليط الضوء على أحد الشخصيات البارزة في هذا التراث لكي يعود نشأته لزمن بعيد وكيشهد على تاريخ وحضارة. الملحون الفن الشعبي الشعري والإنشادي الغنائي المكتوب باللغة العربية الدارجة، نموذج الاتصال بين الماضي والحاضر، اعتمدت عليه الأرياف والحواضر في أغانيها وأهازيجها. اخترق جميع الفئات الاجتماعية من حرفيين وصناع تقليديين وفقهاء وسلاطين، تطرق لمواضيع مختلفة بأغراضها وأشكالها، من أكثر الأشياء تواضع إلى الأفكار الأكثر تجريد. اخترنا اليوم كممثل لهذا الفن التراثي اللي كيرجع أصله لتفيلالة في عهد الموحدين شيخ مكناس سيدي قدور العلامي. كيف ما كتشير نسبته كينتمي الشاعر المتصوف سيدي قدور العلامي للعلاميين المنحدرين من ذرية قطب الأقطاب مولاي عبد السلام بن مشيش دفين جبل العلام وسط قبائل الجبالة. اسمه عبد القادر بن محمد بن أحمد بن القاسم الإدريسي العلامي الحمدوني، لكنه معروف بصيغة التصغير والتحبب سيدي قدور. تولد شاعرنا وشيخنا عام 1742 في مكناس العاصمة السابقة للسلطان مولاي إسماعيل. ذكر المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان من مشايخه الحاج مختار البقالي وسيدي علي بن عبد الرحمن المعروف بالجمل وطيب الوزاني ومحمد بن أحمد السقلي وغيرهم. كما أفادنا بأسماء جملة من تلاميذه، من أشهرهم السلطان مولاي عبد الرحمن اللي كان من خاصة محبيه، مع الحرص على التفاني في الزهد والتقشف والتجرد عن حب المناصب وزخارف الدنيا. على ذكر شيوخه وتلاميذه، من الضروري التوضيح هنا أن شاعرنا ما تلقاش أي تعليم أكاديمي، وأنه نتاج خالص لما يصنف بالأكاديمية الشعبية، رغم أنه كان ما كيقرأ ما كيكتب. فأشعاره ضمنت كيكتب الأستاذ المفضل التدلوي من أنواع فنون البلاغة ودقائق المعاني ما أخرس الفصحاء وأخجل البلغاء. بالإضافة لمكناس حيث تولد وعاش لفترة طويلة. مضى سيدي قدور العلامي ما يقرب من 20 عام في مراكش. هنا كان كيقوم بزيارات منتظمة ل7 رجال بمن فيهم سيدي بالعباس السبتي وغيرهم من الصلحاء. منين رجع المكناس لازم زيارة ضريح مولاي إدريس بزرهون، وبالأخص يوم الجمعة، وما تخلف على الزيارة إلا في السنوات الأخيرة من عمره، حيث كان كيقصد جامع الزيتونة لصلاة الجمعة. ثم من بعد في السنوات الربعة الأخيرة انقطع نهائيا عن الخروج من داره لكبر سنه وشدة الجدب. فهذا الدار في قلب المدينة القديمة في حومة قبة السوق، بالضبط في درب سيدي بوطيب اللي صبح كيحمل اسمه بعد تأسيس زاويته. كانت وفاته في 25 رمضان 1266 هجرية، 4 غشت 1850 ميلادية. لازم هنا نتكلموا على هذا الدار اللي كتقول بعض الروايات مع الشك في مصداقيتها بأنه تبرع بها بناء على طلب من بعض أعيان المدينة للسماح بتوسيع مسجد مجاور بدون أن يرى المسجد المذكور ضوء النهار أو أن يستعيد داره. وهذا الدار بما يرتبط بها من أحداث حقيقية أو أسطورية هي اللي ألهمت إحدى قصائده الشهيرة المعروفة باسم دار سيدي قدور، اللي كتب في حربتها: واش معار عليكم يا رجال مكناس، مشى الدار في حماكم يا أهل الكرايم. واش معار عليكم يا رجال مكناس، مشى الدار في حماكم يا أهل الكرايم. لسيدي قدور العلامي، ويعد من أكبر السجالين وأشهرهم. عشرات القصائد نظمت بدارجة رفيعة مقفات يمكن تطلعوا عليها في موسوعة الملحون، ديوان الشيخ عبد القادر العلامي اللي قدمها الأستاذ عباس الجراري عضو أكاديمية المملكة. على الرغم من أنه كان أمي، فكان بعض تلاميذه كيكتبوا كلامه الموزون وكيدونوا قصايده في الكنانيش والكراسات والجلود المدبوغة، منهم محمد غريط والحاج القاسم بن المير والحاج حمد الدقيوق. من أهم الموضوعات اللي تناولها سيدي قدور العلامي التوسلات الإلهية والمديح النبوي ومدح آل البيت والحنين للبقاع المقدسة، بالإضافة للإدريسيات والجيلانية والمشيشية ومدح الأولياء والصالحين كسيدي علي بوغالب. وابتاع سيدي قدور العلامي روائع خالدة، منها الفرجية المعروفة بيا كريم الكرماء غيتنا بالفرج، وقصيدة التوسل اللي في مطلعها: يا الواجد بالصرخة عن ضيقة الحال، جال مولانا عن شبه المثال عالي، غيتني يتفجى كربي اللوح الهوال، خاطري يتهنى قلبي يعود سالي.
كما شغل موضوع العشاقيات ما كان واسع في قصايدو الزجالية، وكان حضور كبير للمرأة كيف ما كتشير له قصايدو خديجة وطامو والباتول وحجوبة ورقية والطهرة وأم الغيث، مع التزامه بالغزل العذري على خلاف كثير من شعراء الملحون الغزليين وانسجاما مع تصوفه وعفاته. فكيقول مثلا في قصيدته الباتول: طال عشقي وهوايا في بها غزالي ذات الحسن البهيج والزين المكمول. أو في قصيدة رفق يا مالكي بعبدك أنت الموصوف بالمحاسن وأنا الملسوع بالغرام وعييت ملازم السقام. وقصيدته مزين وصولك اللي غناوها جيل جلالة وحربتها مزين وصولك يا البدر الثاني لولا شفاك وكلام حسودك والرقيب اللي داير بك. اعتمدت القصائد الزجالية في بنائها على الحوار اللي ساهم في إعطائها شيء من الدرامية وعلى استخدامها بسهولة في المسرح والغناء. وكان تأثير صديق الدور العالمي حاسم عبر القرون والحدود. صبحت كلمات وحكم وأمثال كتردد في الحياة اليومية، فاعتمد عليه الأستاذ عبد المجيد فنيش عام 2003 في مسرحية صديق الدور العالمي، وهي من روائع المسرح المغربي. كما تناول قصائد كبار الفنانين المغاربة والجزائريين من أمثال الحاج محمد العنقا رائد أغنية الشعبي، غنى المكناسية والفرجية اللي كتحصل مكانة رمزية في منطقة بشار وفي القنادسة. وباعتبار إبداع صديق الدور العالمي وحكمته اعتبروا المرحوم الأستاذ عباس الجراري شاعر الحكمة الأول وفيلسوف شعراء الملحون.